هذا القرآن الكريم بركة في البيت. الابن الذي حفظ القرآن هو بركة البيت، ونحن نحتاج إلى هذه البركة في الأجازة ولا في الدراسة؟ في الأجازة ولا في الدراسة؟ احنا نحفظ القرآن في الأجازة بس؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن. حد يسيب أهله؟ حد يبعد عن أهله؟ احنا محتاجين بركة القرآن على طول تفضل معانا في دراستنا. علشان كده اللي عنده نية هيثبت على حفظ القرآن. عارفين يا حبايبي من بركة القرآن الكريم الإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول: من أخذ القرآن متع بعقله ولو بلغ 100. عارفين يعني إيه؟ يعني لو عاش لحد ما يبقى عنده 100 سنة يفضل عقله فيه،